السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بقى نعمل وأهم حاجة في السحور وهو الزبادي. تعالوا نعمله في البيت وبطريقة سهلة جدا وما تقلقوش إن شاء الله هيطلع معاكم نتيجته حلوة قوي زي ما بنجيبه من بره وأحلى. بس هي الفكرة كلها في حاجة بس لازم نتأكد منها قبل ما نشتريها وهو الحليب. أول حاجة بقى تعالوا نشوف هنعمل بس الأول الزبادي ازاي، وهقولكوا على بعض التفاصيل كده لازم ناخد بالنا منها واحنا بنعمل الزبادي. بس في البداية بقى نصلي على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. ما ننساش بقى نضغط اعجاب للفيديو ونشارك الفيديو مع بعض كده، ويلا بينا نبدأ الفيديو بتاعنا. بالمناسبة بس الزبادي اللي انا عاملاه ده عاملاه زبادي لايت، يعني خفيف كده ومش هيتعب خالص ولا فيه بقى قشطة ولا الكلام ده خالص. تعالوا نشوف هنعمله ازاي. يلا بينا نبدأ الفيديو. اول حاجة طبعا انا جبت الحليب بتاعي. اهم حاجه بقى ان احنا نجيب الحليب ده من مكان موثوق فيه، يعني يكون طبعا طعمه حلو ويكون فيه حليب بيبقى متزود طبعا ميه، وبيبقى فيه كمان حليب متزود لبن بقري، فناخد بالنا لازم يبقى مضمون. فنوع الحليب ده مهم جدا عشان يطلع لك الزبادي متماسك وطعمه حلو. دي اول حاجه. لو مش واثقه في الحليب اللي انت جايباه يبقى بلاش تعملي الزبادي خالص. اول حاجه جبته وبعد كده سبته بقى في التلاجة، غليته كويس وسبته في التلاجة يعني مش اقل من 3 4 ساعات كده لحد ما يكون طبقه على الوش اللي هي القشطه. بعد كده ببتدي ان انا القشطه دي بشيلها. انا بس اهم حاجه زي ما قلت لكم نسيبه في التلاجة، مش هيطلع طبقه القشطه دي الا بعد فتره من الوقت. انا بسيبه يعني تاني يوم ببتدي اشتغل فيه. بعدين بقى شايفين طبقه القشطه ما شاء الله اهو، باين ان الحليب كده حلو، يعني كده باين ان هو ان شاء الله هيطلع زبادي مظبوط. وانا كده كده بشيل القشطه دي بحوشها وبعمل منها سمنه وبعمل منها حاجات كتير جدا. فبنشيلها بقى في الفريزر في علبه كده ونشيلها على جنب. وبعد كده جبت الحليب بتاعي وبعدين حطيت الكميه اللي انا عايزاها. وبعد كده هحطه بقى على النار ادفيه. ندفي الحليب يعني التدفيه اللي هو يكون نقدر نحط ايدينا فيه، ما يبقاش سخن قوي ولا هو ساقع قوي، بس يعني يعني ايه نحط ايدينا فيه يعني يبقى دافي شويه. عشان طبعا الجو ساقع فناخد بالنا من الموضوع ده. انما في الصيف ما بيفرقش يعني، انما طبعا هو الجو ساقع فلازم نسخنه شويه. وبعد كده بعد ما جبته ودفيته هبتدي احط عليه علبه من الزبادي. احط علبة الزبادي بقى، وبعد كده هاخد اللبن ده واحطه في الخلاط اضربه كويس قوي. اول ما نضربه في الخلاط كويس قوي، اهم حاجه طبعا اهم حاجه ان هو يتضرب كويس، او لو مثلا مش عايز تضربيه في الخلاط ممكن بالمضرب اليدوي، ونبتدي ان احنا نضربه كده بالمضرب اليدوي. هيتضرب معاكي بسهوله جدا، بس اهم حاجه نتاكد بس ان علبه الزبادي تاهت جوه الحليب. تعالوا بقى بعد كده شايفين بدأ يعمل بقى فوم كده على الوش. يعني في المرحلة دي سيبوه شوية في الخلاط. أنا طبعا استعجلت وصبيته في الكوبايات. فعشان كده هوريكم دلوقتي هتلاقوا فيه كوبايات ناقصة. فهي بقى الرغوة اللي فوق دي هي اللي خدعتني. بعد كده بقى جبت صينية وابتديت ان انا ارص فيها الكوبايات بتاعتي. وبعد كده هنجيب مية سخنة. ميه سخنه مغليه، يعني اهم حاجه نجيب الميه سخنه مغليه، بس طبعا ناخد بالنا عشان الكوبايات ما تتكسرش، يعني ايه تبقى يعني بتدخل على الغليان تمام. هنبتدي بقى نحط الميه المغليه دي، والاول بس هنصب بقى الزبادي بتاعنا او الحليب بتاعنا مع علبه الزبادي. بس زي ما قلت لكم هو لسه الرغوه كانت فيه، فعشان كده اتخدعت طبعا فما مليتش الكوبايات للاخر بالشكل ده كده. وعايزه اقول لكم بقى لو انتوا عايزين تعملوه زبادي عادي، يبقى مجرد ما هتغلي اللبن مش هتحطيه طبعا في التلاجة، وهتبتدي ان انت بس تسيبيه يبرد شويه لحد ما يبقى دافي. وبعدين اشتغلي زي ما عملت كده دلوقتي، ما بنشيلش وش القشطه ده، انما ده طبعا عشان دايت او الزبادي بيبقى خفيف شويه عن التاني اللي بيبقى فيه وش القشطه ده. فانا قلت اعمل ده افضل يعني. بس كده بعد كده بقى زي ما قلت لكم حطيت بقى الميه السخنه بتاعتي. وبعد كده لو عايزين تسرعوا الموضوع يبقى اسرع معاكم، ممكن نشغل الفرن ونسخن الفرن كويس قوي، وبعد كده نطفي الفرن وناخد الصينيه دي بقى. اهم حاجه دلوقتي هنغطيها بس الاول، وناخد الصينيه بقى بعد كده ونحطها في الفرن وهو مطفي طبعا، بس بيبقى درجه حرارته يعني سخن كده فبيخلي الموضوع اسرع معاكي لان الجو طبعا ساقع. بس اهم حاجه ان احنا بنغطيه باي صينيه، لان لو غطيتيه بالقماشه مباشره طبعا الحليب ممكن يشرب القماشه ومش فاهمين قصدي طبعا. فبنغطيه بالقماشه بس كويس، وبعد كده بنركنه بقى في الفرن او نشيله على جنب براحتكم. وبعد كده بعد ما يبدا يمسك معاكي، انا على فكره عايزه اقول لكم ان انا في المرحله دي ما حطيتوش في التلاجة لسه، انا بوريه لكم بس لان طبعا كنت عايزه اصور الفيديو.
هو لسه ما اتحطش في التلاجة، هو المفروض بعد مرور بقى وقت كده لحد ما يتماسك كده بنحطه في التلاجة. وبعدين نبتدي بقى ان احنا نقدمه بقى بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. بس دي بقى الكوباية اللي انا بقولكوا عليها اللي هو الرغوة بتاعتها بدأت تخدعني، فكانت ناقصة شوية. يلا بقى نصيب اللي هياكلها بالهنا والشفا. بعد كده بقى اهو شايفين ما شاء الله متماسك جدا، وهو لسه متحطش في التلاجة اصلا، وما فيهوش طبعا وش القشطه اللي بيبقى في الزبادي اللي بنعمله العادي. وطعمه طبعا حلو جدا، وده يرجع للحليب اللي انت جايباه. بصوا طبعا القوام كريمي والطعم حلو قوي، شايفين ما بيختلفش حاجه عن اللي بنجيبه من بره. وطبعا مش بيبقى بنفس التكلفه خالص، يعني بيبقى اقل بالتكلفه بكتير جدا. نحطه بقى في التلاجة وهتاكلوا احلى زبادي ممكن تجربوه في حياتكم. جربوه بقى وقولوا لي رأيكم فيه، وان شاء الله يعجبكم. كل سنة وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.